حلقة أخرى عن الخبائز، لأن قسمناهم إلى اثنين. طبعا هذه الأشياء يتناولها الناس في أثناء شهر رمضان، وكثير من الناس يتساءلون عن الحالة التي يحسون بها أثناء هذا الشهر. لماذا؟ لأن هناك أشياء يجب أن يتجنبها تماما أثناء شهر الصيام. الشق الثاني من الخبائز نتكلم عن الخبائز المتخمرة. كاين أنواع نسميها بالدارجة البطبوط، هذا المخمار، أشياء هكذا. ثم الخبز عادي، خبز الدار، هذا الناس اللي كيخمروه طبعا الفرن. هذه خبائز جيدة. الأشياء التي تخمر أشياء جيدة في الإفطار، ولكن هذا المخمار أو نسميه البطبوط أو المخمار، مع الأسف أن النساء يدهنونه بزيت. إذا كان سمن أو زيت الزيتون يكون أحسن. يجب أن يتجنبوا الأشياء الأخرى، زيت الزيتون أو سمن، سمن المغربي العريق، هذا المتخمر يكون أحسن. لماذا؟ لأن زيوت أخرى ربما يكون فيها مضافات غذائية، وربما تتكون أشياء سامة. هذه الخبائز هي جيدة في الإفطار، وأن الناس يريدون أن يحضروا بعض الأشياء التي تعجب ربما في نظرتها تعجب في العين، ولكنها هي ربما تحطم بعض الأشياء داخل الجسم. أظن أن كلما كان طعام الإفطار بسيط وجيد وقوي يكون أحسن. خبز دار، الناس يفطروا بهذا الخبز العادي الذي يفطرون به، وإذا كان هذا الخبز مخمر بالخميرة التقليدية البلدية العادية، هذه الخميرة الحامضة، يكون أحسن، لأنه هو الخبز الذي يصلح له. ثم هناك نوع نسميه البغرير، هذا الخبز اللي فيه تقب. المغرب نسميه البغرير، هو تقريبا يكاد يكون خاص بهذه المنطقة هذه. فهذا البغرير كذلك يتخمر، وانا البغرير يكون عجين شويه سائل، مش صلب. واذا كان بالخميره التقليديه الخميره الحامضه يكون احسن، لانه هو احسن خبز او احسن عجين ممكن ان يخمر بالخميره التقليديه او الخميره الحامضه. والخميره الحامضه هي داخله في الديتيتيك، هي منتوج الان التخمرات الخبز الآن كل الباحثون في الميدان أصبحوا يوصون بهذه الخميرة التقليدية. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.